لو عايز تعيط عيط احنا لا 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 تمام والله. استاذه منى الشاذلي وانا استاذه اسعاد. فهمنا بقى وفهمنا ان الاندر وير يعني بوكسر. اجري يا ليلى اجري. بنغرق. طيب الفرايز غاليه قوي في المدرسه بتاعت العيال. يلا نمسك الموتوسيكلات نفرقع فيها لغايه اما نموت. ده ترجمة حرفيا. بالظبط. طيب والله العظيم هبدأ الحلقة والله العظيم، والله بجد بجد ارفع ايدك. إنسان بحبه أو ماشي أهو اليمين، والله العظيم إنسان بحبه وبقدره وأخويا الكبير شخصيا ومعنويا وحبيا، الممثل القادم إن شاء الله وصانع أحلى محتوى بجد، كونتنت كريتور شاطر جدا وخد لقب كبير جدا جدا وأخي الكبير اسلام فوزي. شكرا انا عايز اقول لك على حاجه، لا داعي. احنا كل حد بيجي بنقدمه دايما انا وجاد بنختلف في حاجه دي، انا معاه حبيبي يا بازوك، يعني حبيبي عشان مش قلبي بعرف بس. اقول الكلام ده. حبيبي يا قلبي. هو اللي بدا انا ما بس عملتش خلاص. حاجه. اصل احنا بقول لك ايه، حب احنا اليوم كله كده كله والله. الواد عمر فرج برضه يا لهوي. جنن الناس. جميل. لا لا ومامته اللي هي واخوه. لا، مجانين خالص والله، إزاي؟ والله ضايعين. العظيم خطر. ايوه شفتهم مع عنبه ايوه لما طلع مع عنبه وخايف أيوة. عشان عصام صاصا زعلان. عنبه عمال يشتغل يقول له عصام صاصا زعلان. لا والله بحبه يا عم جميل سلام احنا اصحاب. لا تاني. اسلام فوزي يا حبيبي. عامل ايه يا اخي؟ لو عايز تعيط عيط احنا لا 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 تمام والله. معروف ان الناس بتعيط. الجو ساقع بس. استاذه منى الشاذلي وانا استاذه اسعاد. وانا الكاميرا بتاعتها. اسلام عامل ايه طيب؟ مش هنروح منى الشاذلي؟ المفروض تستضيف ايه ايه يا أنا استاذ؟ اكيد انا لا. استاذ منى ايه بقى؟ احنا ما رحناش صح؟ عايز اعمل باي باي لماما من عندك، انت غريب. احنا الثلاثه اللي ما عملناش صح؟ ما رحناش. جابت مصر أستاذة كلها. نفسي اقف بظهري ما حدش يعرفها. وجابت أطفال وجابت ناس. استاذه اسعاد. انا استاذه اسعاد لو سمحتي احنا محتاجين نطلع كده زي ما احنا. عايزين نتعشى كبده. احنا الثلاثه هنطلع في نفس الحلقه فمش هنغرمكم حاجه، مش هناخد انا عايز فلوس. الصوره بس اللي هي بيقفوا بظهرهم وهمشي، يعني مش هطلع حلقه. ايوه صح. اللي هي ضيفي ده واقف بظهره بس. ما انت مش هينزلوا الصوره اللي هي اللي هو مش مهم ما هو مش هيتعرف انت مين. برضو انا هيعرف. لا ايه قصدك يا اسلام؟ هيعرفوا. لا ده والله. في ايه؟ لا شفت هيعرف. حماده هلال من يومين ثلاثه كده، تقريبا. هم نزلوا الصوره بتاعت استاذه اسعاد يونس بظهرها وهو بظهره، هي بوشها وهو بظهره، نزلها هو في نفس الثانيه وهو بوشه. انا مع استاذه اسعاد يوم حرق عامله مفاجاه ده اهو. حرق الموضوع كله. طيب اسلام فوزي احنا بنسال في اسئله كده ثابته بنسالها هنا طبعا. في كذب. يا ابني ما اتكلمتش. لا ان كلمه اسئله ثابته دي. والله ما ماشي. لا بس في حلو. سؤالين دايما انتوا اللي عاملين هو أيوة اعداد صح، وكده؟ صح. انتوا لا 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 محضرين؟ لا، لا، والله مفيش العظيم حاجة. صفر. احنا اصلا ما كناش نعرف يعني. ما كناش نعرف. ايوه هم اللي احنا ندهونا. غلط على باسم فكره البرنامج. دي حاجه حلوه ندهونا. والله. انا أيوة. بالنسبه لي انا دي حاجه حلوه ايوه ومريحه. صح. والله. بس كده القعده حبي. طيب هقول لك لو النهارده اخر يوم في يعني الساعه 12 بالليل العالم هينتهي، اسلام فوزي هيعمل ايه؟ يا لهوي اه ده صعب قوي طب ده. شفت بدأ لك من فين؟ من تحت. طيب احنا نتوب بقى الاول، عملنا اخطاء ولا أيوه. حاجه نتوب عليها، مم. وبعدين نشوف العيال بقى هنعمل ايه. دي حوسه دي. هلم ايه ولا ايه؟ دي حوسه كبيره. طب الولاد. اول حاجه التوبه ولاد يعني وابويا بس هو صح، وامي، ونشوف الدنيا صح. انت هتلاقي على فكره هتلاقي الست ندخل بتصغر حاجه في فجاه. الثلاجه تلاجة ايه بقى؟ انت ماشي من طلع الدنيا. اللحمة من تلاجة الفريزر. الدنيا عشان تفك. مع السلامه. في حته تانية تعمل طبخه مالكش دعوه. عارف الناس اللي هم بتوع تايتانيك دي بنغرق. طيب تاني ده صعب قوي. سؤال لذيذ صعب جداً. قوي. صعب قوي. سواء يعني نشوف احنا عملنا ايه بقى، نتوب، نستغفر ربنا، نلحق نعمل اي حاجه، مم. نشوف العيال، نشوف ياسمين، نشوف بابا وماما، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي كده، نشوف اختي نكلمها اوكي. كده. حلو. هتبقى الوقت هيبقى فاميلي ويعني يعني يلا نتجمع كلنا احنا. نشوف هنتجمع كلنا. نشوف هنعمل ايه بس ونخلص. هو حلو ان هو قال اتوب الاول دي. لا، لازم. حاجة. آه. والله انا قلت والله يعني افضل اصلي يعني مفيش حاجه تانية ممكن تتعمل. خلاص بقى يعني
حلو. ما دي الرجوع حقيقة. لربنا دايما هو الحل. طبعا. في اي حاجه. طبعا. صح في في لازم حاجة. ترجع، أيوة لازم، هو مم. مش اوبشن، فاهم؟ اه طيب احنا آه. لا خلينا آه، بقى ده- شويه احنا محتاجين لا لا نتكلم. عادي، ما طيب نتكلم. اسلام فوزي، نرغي. فوزي. اسلام فوزي اسلام فوزي عنده محل خلاص بقى، مفيش بقى سوشيال ميديا ومفيش اي حاجه، جميل. عنده محل ايه بيبيع ايه؟ كشك جميل قوي اصله. كنت الكشك ده ممكن تلاقي حياة. جواه حاجات كتير قوي و... 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 والناس كتير هتجيلك مم. وواقفه بقى وناس بالظبط، هي حتة قدامك الوقفة، هي حتة الوقفة. ودنيا وناس هتشكك منك أيوة. احنا كان في كشك بنقف عنده في مصر الجديدة. يا فين؟ اخي مصر الجديده دي الام حتة اللي الشاك هو دي، عند ميدان الحجاز، هم؟ اللي هو كان كشك عباست، ها اللي هو قدام محطة الأتوبيس. الله، كنتوا بتقفوا كان تعملوا في ايه بقى؟ ناس مشككة، بنقف نشرب بقى حاجة ساقعة ما في، وكده، هو الوقفه، سجاير. هي الوقفه بتاعت الكشك. وكان في ناس واحنا عيال صغيرة مشككين ب 800 جنيه من يا الكشك، نهار فانا اقول له اسود. 800 جنيه جايب ايه؟ ايام ما كنت بتسافر ب 200 جنيه ها، ايوه هو مشكك ب 800 جنيه، فانت مشكك ايه من عنده؟ لا ومشاكك بقالك قد ايه؟ يعني هي مش هي جايب فتره إيه؟ طويله. انت آه. مولود مشكك. الكشك ده كان جميل قوي، انا احب موضوع الكشك. وبعدين بعدين بيبني علاقه بينك وبين الراجل اللي بيبيع، يعني انت عارف مثلا ايوه ان ده هيشكك، ده لا ده قافش، ده مش يعني، وانت داخل عليه عارف في مود كده معين، بقول ده لك فرفوش. بقول لك حاجه، كان في بقى في الكشك الازازه الحاجه الساعه الصاروخ ايوه مع السجاير، مم. سجاير الفرد. ايوه. وكان ايامها الزبادو ده والبيك رولز كان لسه طالع نقعد تحش انت بقى أيوة. الحاجات دي. ايوه عمال تاخد تفرط على نفسك كده في الشارع. وبعدين انا كنت بعمل حاجه، كان مثلا يبقى معايا جنيه، ده زمان وانا صغير، فاعمل ايه؟ ده في ثانويه عامه مثلا، كنت بشرب سجاير في ثانويه عامه بصراحه، يعني انا لازم اقول دي حاجه لازم لا انا أقول. في الجامعه مم. للاسف. كنت اجيب باكو بسكوت وبنص جنيه، وسيجارتين كل سيجاره بربع جنيه مرلبورو، ايوه صح. اكل مم. وبعدين احبس بقى في السجاير. تاكل بسكوت وتحبس بسكوت. ما انا ايه الغلب ده؟ الموضوع برضه ده غلب قوي. لا الموضوع كان بتحبس على بسكوت. غلب وفراغ. لا انا كنت لا طفل ضائع، كنت ما فيش خالص فاكر انت عارف كل حاجه. ثانية بس، انا على طفل ضائع دي انا اقول لك على حاجه بصراحه. انا بالنسبه لي اسلام فوزي يعني شكلا وكل حاجه كده تحس ان هو جان. ايوه والله ايوه فلما قال طفل دي انا عايز اعرف، انا حاسس ان انت ممكن تبقى طفولتك كان عكس دلوقتي، هل ده صح ولا؟ لا يعني الطفوله هي هاديه برضو هاديه. لحد مثلا 5 ابتدائي كنت متفوق دراسيا وبتاع. اوكي. وبعدين من 5 ابتدائي بقى حصل دهوره بقى. ايوه ما هي دي انا كنت لسه هروح لك للحته دي. حصل دهوره من المدرسه ولا من النادي منه ولا ايوه انا اللي اتدهورت. ايوه مين اللي عمل كده فيه؟ بصراحه كان الدراسة، يعني دراسة حصل تغييرة كده من 5 ابتدائي الأولى إعدادي. لو تفتكروا زمان الحساب الرياضة كان في بتنقل من 5 ابتدائي بندرس الأولد اللي هو القديم اللي هو الاسمة والضرب والبتاع. وبعدين من أولى إعدادي بتخش بقى في الكوزاين والساين، الساين والكوزاين والجبر ده قرف اللي هو الألجبرا والجيومتري والحاجات دي. فأنا تفهمش إيه اللي حصل، قفلت. اتشرح لي بقى غلط. ابويا حاول يتدخل في العمليه التعليميه، يشرح بتاع، حصل صدام عنيف. الاب لما بيدخل في العمليه التعليميه ايه اللي بيحصل؟ يعني مع اسلام والله حصل على إيه؟ حسب يعني، والله انا معايا انا لا حصل يعني تضاد بقى رهيب. خلاص انا مش قادر تذاكر معايا صح؟ قفلت خلاص. وهو حبيبي كان شاطر قوي. هو هندسه، خريج هندسه القاهره. واعتمد على نفسه جامد قوي. فالماثيماتكس بالنسبه له انت واحنا بقى لما دخلنا في طرق للشرح. طبعا في فرق ما بين المدرس والاب، بس في ابهات شاطرين طبعا، بس هو ما عرفش يوصل لي الطريقه. وانا بقى عايز اخد درس، وهو طبعا ازاي باباك مهندس؟ انا نفسي اعرف ليه المهندسين عندهم الحته دي فيها غرور ده مش طبيعي. اصل انا بابايا مهندس العظيم. انا بابايا مهندس مثلا لو انت قلت له السيراميكا دي مش عارفه عامله ايه، يا نهار اسود إيه؟ دي مصيبه سوداء. لا تعال اطلع هات لي اسمه اللي بتاع اللي بيقيسوا بيه ده ومش عارفه ايه وبتاع ايه يا بابا في عادي. طب كسرتها. الموضوع شخصي 100%. يعني هو احنا سايقين العربيه كده بص على المبنى ده في غلط في ايوه غلط ايه بابا؟ ده احنا في دبي. غلط والله بكلمك، انا مش بكلمك على هنا يعني فاهم انت في الطيبه رايح بقى في حته بعيده قوي.
لا الهندسه المهندسين بتعمل حاجه شخصيه كده. هي طريقه تفكيرهم كمان هي بتتغير. اوكي. فقفلت انا بقى من الموضوع خالص، مش تاخد دروس ومش عارف ايه وبتاع. فابتديت بقى يا باشا ايه، خلاص انا بلعب كوره، موجه بقى كل تفكيري في الكوره. بلعب كوره في الشارع وفي المدرسه، وبندخل بطولات مع المدرسه، وبنلعب في الشارع على حاجه ساقعه وسجاير، وخلاص الدنيا باظت يعني. ده بقى سجاير ده لما كنت كبرت. فبعدين فقت فين بقى حتى اختياري في ثانويه عامه كان غلط، اخترته غلط. كنت عايز ابعد برضو عن الرياضه، فدخلت علمي علوم. يلوي ايه ده؟ استنى، الرياضه احنا كان ماشي. علم رياضة وعلم بتاعتنا وعلم علوم. اللي هو ماث 1 سنتين. و2 ما بناخدهمش لو دخلت علمي علوم. اوكي ماشي، مش فهمت. بتاخد كيمستري وفيزيكس. وبيولوجي وجيولوجيا. دول كارثه تانية. الفيزيكس والكيمستري. لا الفيزياء كنت اوكي فيها. انا اكتشفت عموما ان انا اصلا غلطت ان انا ما سمعتش كلامه، وغلطت ان انا ما دخلتش علم رياضه يعني. لا والله هي قصه شبه عبد الغفور البرعي شويه. وانا داخل عليه في هو لما دخل على الوكاله اكتشفت ان انا بحب الرياضه امتى بقى؟ لما دخلت تجاره. اوكي ماشي. يعني الارقام بقى، وانا كملت محاسبه يعني. انا اصحابي دخلوا بيزنس وانا دخلت اكاونتنج يعني. انا كملت مع الرياضه. اكتشفت ان انا بحبها بس بطريقه مختلفه. مش الكوزاين والساين لا ممكن دول كنت اذاكرهم، بس هي طريقه والألجبرا. الشرح الاستقبال انا مخي ما جابهمش في الدخله كانت غلط عليك. الدخله كانت غلط عليا. أيوة. بس فيما بعد خلاص بقى وحصل خير بقى وكملت في الارقام. انا كملت بنوك. ده قعدت بنوك انت قعدت كتير في البنوك 15 سنه، فكلها ارقام. ايوه وانا ما بديش من الارقام خالص. الارقام يعني عادي. انا كل ما ادخل يعني بنك في بنوك مختلفه الاقي حد جاي لي كده بيشتغل في البنك يقول لي على فكره اسلام فوزي كان شغال معانا. ايه ده؟ تصدق انا مره كل ما اخش لا انا مره مرتين 15 سنه الفيلد قريب. تصدق انا فعلا حصلت معايا وما فهمتهاش خالص بقى، لان انا ما كنتش اعرف ان انت. مره كنت ببيع شقتي، حد جاي يتفرج عليها، لقيته جاي بيقول لي انا كنت اعرف اسلام فوزي، انا كنت معاه في البنك. قلت له انت جاي بيتي؟ طب ما انا بقابلكم في البنك. بجد ما شاء الله. ولذلك انا مع ولادي يعني انت حاسس انك مش كويس في الماده دي، لا ماشي بسيبه. طب تعال نشوف هنعمل ايه. نطلب مثلا حد يقعد معاك زياده في المدرسه. تعالى ناخد يكون اسمها سبورت. فاكر احنا كان اسمها مجموعه. مجموعه. احنا كان عندنا مجموعه دلوقتي وخدت سبورت. مجاميع، بس انا ما كنتش بفهم في المجاميع برضه، بالذات الماث. الفرايز غاليه قوي في المدرسه بتاعت العيال يا بقول لك الكانتين ايه يا اللي عايزين له 200 جنيه كانتين ايه في اليوم؟ في اليوم كانتين ايه يا حبيبي؟ انت هتاخد اكل من البيت زيك زينا. كتر خيرنا ان احنا بنديك جبنه شيدر. لا خلي بالك، كنت باخد جبنه بيضه وجبنه رومي بالعافيه. انا بنتي 10 سنين قعدت معايا قالت لي بص انا محتاجه مصروف بصراحه. طيب هتعملي بيه ايه؟ عايزه 200 جنيه في اليوم. 100 ساتر يا رب. بص 100 للمدرسه و100 للنادي. قلت لها طيب روحي يا حبيبتي يلا شوف. ده لسه ده في ليفل وحش. امك فين؟ يلا في ليفل وحش لسه. لسه ها. الخروجات الجينز دلوقتي لما يقولوا خارجين يعني مثلا مش هيعملوا حاجه، هيخشوا مثلا مش عارف في حاجه اسمها سكيب روم. سكيب روم يلعبوا فيها وياكلوا. ده كده انت يعني ده ملمس في 700 800 الف جنيه. يعني كسر الخمس 500 للطفل. فبنحاول بقى نحجم من هذه الطموح والامال. انت عارف الخوف بحسه دلوقتي مش فكره الفلوس بس. انا حاسس ان يعني الواحد دلوقتي المفروض يخاف على اولاده اكتر من. ايوه طبعا. يعني تحس ان السنه اللي قبلها الخوف اقل. يعني كل ما الموضوع بيزيد تحس. خلي بالك كمان في نقطه والله كنت لسه بتكلم فيها انا واصحابي، اللي هم مش ما حسوش بالبنك نوت زينا. يعني انت مسكت الورقه وحسيتها وفكتها وريحتها حلوه وريحتها وحشه. هو ومحفظه. فاكر يا اسلام المحفظه وتحط الفلوس، المحفظه تبقى مليانه وعايزه افضل اخليها مليانه. عارف والله هو مش زيك. هو الفلوس بالنسبه له يونتس. هو شايفه رقم على الموبايل. ايوه بالظبط. شايف تلده، شايف بنحاول انستا باي بالظبط. احنا نفسنا كده لما باجي احول لحد بس احنا عشان قدام برضه. لا انا بكلمك في الاحساس طبعا. اللي هو ايه، دي مش فلوس يا معلم، خد حول لك الناس يونتس. عارف لو بديك مثلا الرزمه دي كده هحس ان انت مع الابوش. لما تخش تجيب ورقه لما تخش تجيب مثلا شوز مثلا ولا لبس او حاجه انت بتعمل كده ما حسيتش بحاجه، مفيش حاجه نقصت. فاهم؟ مش زي زمان سمعت حاجه بس كده خلاص. شكرا. لكن زمان كان بيبقى معاك فاكر اللي هو ايه، ماما كانت بتاخدنا ننزل مثلا ايه هنشتري لبس العيد من روكسي.
فيبقى معاها ظرف آه. فيه فلوس فتقعد تطلع حريه للراجل. مول وبتاع. ايوه مم. بالظبط كده. أيوة. عارف يا اسلام انا كنت بعمل ايه؟ أيوة. والله العظيم لما كنت احوش مبلغ، والمبلغ ده ايه، فيه عشرات مثلا وفي خمسات وفي جنيه وفي ارباع، بروح فتح ترابيزه المكوى، جايب المكوى وكاوي. واكوي ايوه انا كنت بعمل الحركه دي. ايوه كنت كنت بعمل باكل الحركه دي. فلوس واظبطها واستفها واحطها في أيوة. المحفظه. يا بيه انا عملت كده برضه عملت لا الهارلي كتير. دي كلنا. السلسله دي كلها دي كلنا. كانت موت اصلا. فاكر الحظاظات اللي نزلت موضه اللي هي كانت بالالوان وجايه من بره، مم. اللي هي كان لونها ازرق وكان مكتوب عليها نايك وحاجات غريبه قوي. ايوه يا ايوه الموضوع ده كان في مش جلد فشخ لي منهم. دماغي. طب حد فيكو فرد شعره؟ ايه انا كان طبعا. عندي شعر. لا انا كان طبعا ما عملتش كده. طبعا. عارف تامر حسني؟ لا تامر خفت حسني اول لما طبعاً. كان فردت. الجليد باين ولا كانوا في حاجه بيحطوها على شعرهم بس خفت. انا كنت في الامارات اسمه تمليس. والله ده تعمل تمليس مش ده تمييز. ده طاجن. تعمل تمليس. ايوه ايوه ده بيخلي الشعرايه الواحد يعني عامله كده أيوة، زي أيوة. القنفذ، مرعب. تبقى يعني تعمل كده مرعب. ايوه بس لا انا خفت ساعتها. طيب اجرته طبعا، اجرنا عجل اه طبعا. ده متعة. طيب سيبك من العجل بقى، حد حضر ايام الفطوطه الموتوسيكل الموتوسيكل الصغير؟ الصغير مرعب. الهوندا بس البيبي مرعب. ريس ده البيبي مرعب في البيبي القلب في هوندا ده. الخبط لا ده احنا ما ركبناهوش. كان في احنا كنا بنروح مع لحد 5 ابتدائي 10 سنين كنا لازم نروح شويه مع جدتي. انا عشان احنا كلنا من المنصوره فهم كان بالنسبه لهم المصيف راس البر. انا حضرت راس البر في عزها. اوكي. فكان في حاجه هناك بنأجرها اسمها بوكسر. البوكسر ده كان موتوسيكل بدال خلاص. أوكي. يعني هو موتوسيكل ولو بنزينه خلص في بتسوق بدالين عجل. كده بتفرده حل وتسوق بقى عجلة. حل. فده انا قضيت بيه ايام وعملنا بيه اختراع كميه عظيم. حوادث. وما كانش بيجري قوي يعني اخره 40 تقريبا 50 مش بيجري قوي يعني. ده كان ده خد طفوله مني براق في الطفوله البوكسر. البوكسر راكب بوكسر فاهم. لما كبرنا أيوة. بقى وفهمنا ان الاندر وير يعني بوكسر فالمواضيع عندنا دخلت الطفوله باظت. لا انا موضوع العجل خد مني رقات، لان انا كنت بسوق العجل. كنت انا انا وقرايبي بحب العجل قوي. في الدقي ناخد مم. العجله نطلع على الكورنيش بقى نفضل ماشيين، وعندنا دي القاهره. كان ايام انا كنت كده بقى في مرسى مطروح. يا لهوي على مرسى مطروح دي زمان خطير. انا قضيت فيها شويه كويسين برضو. لا وكان عندنا عند جدي في الدقي يوم الجمعه بعد الصلاه في راجل بيجي بحصان ابيض كبير، مش الحصان اللي هو التعبان، حصان يا اخي ايوه ايه ده وكبير كده. كنت اقول له كان اللفه بجنيه. ايوه ده جنيه ده كان غالي. ايوه كنا العجله بتقعد بيها ساعه ونص بجنيه ونص. أيوة. فاهم حاجه؟ فده اللفه بيوديك كده شارع كده. كان اسمها ايه؟ كان مش عارف، كان اسمها ليلى حاجه كده. الفرس يقعد يغني لها اجري يا ليلى اجري يا ليلى، تروح جري اصحى العبط. والله العظيم. مره انا للاسف ما اتعلمتش ركوب خيل. مره كنا في القناطر وحبينا نأجر خيل انا وولاد عمي وولاد عمتي وبتاع، وكان ابن عمي كان شاطر قوي. فركبوني انا بقى الحصان مشي بيا اللي هي في ليه ماشيه كده اللي هي مش ماشي ومش جري، اللي بتقعد هرولة دي اللي بتقعد تتنطط فيها جامد دروب كده. كيك باين ولا اسمها ايه كده. ركبت انا بقيت بصوت على الحصان عشان انزل. هو ده اللي عقدني من الحصانه. جالي شد في اللي هي في عضله اسمها عضله الخيل في رجلنا. دي اللي هي بتبقى ما بين يعني ما بين رجليك في النص ما بين رجليك، دي اللي بتمسك بيها اللي بتمسك اتشدت. العضله دي شدت. فانا بقيت اصوت على الحصان لحد ما نزلوني، وبعدين راجع بقى لاهلي. الضمه مش اللي هي هي اسمها عضله العضله الضمه ماشي. يعني قالوا لي دي شدت، ومن يومها انا ما ركبتش خيل. طيب انا هقول لك بقى كارثه، لكن ما وقعتش بيه ولا اتسحولت ولا بتاع. هقول لك كارثه. عارف كده وانت ايه في الجامعه انت واصحابك ايه يلا هنعمل ايه؟ هنركب خيل في نزله السمان. يلا طلعنا كلنا مع بعض نركب خيل. يلا رحنا لقينا اسطبل جاب لنا خيل تعبان قوي. مش تعبان عادي. لا مش تعبان عادي، عايز حد يهتم بيه. الحصانه عايزه تتعالج نفسيا. طيب والمكان كان ضلمه قوي يا اسلام واحنا كنا بالليل. طب ايه يا جماعه هنعمل ايه؟ كل واحد خد حصان، هنمشي في شارع كده، وبعد الشارع ده هو شارع فيه سور كده وفيه سور، هتمشي في الشارع ده كده وبعدين هتلاقي رمله تقعد تجري بقى. طيب انا شايف الشارع ده خلص بعد كده مربع اسود سواد ما في. قلت لهم ايه ده يا جماعه؟ يعني الشارع فيه عواميد نور صغنن،
فانا بقول لهم يا جماعه ايه الضلمه دي؟ قالوا لي لا ما احنا هنجري في الضلمه. طب ايه ده يا نهار اسود على اه الرعب. اه اه ما هي اذا كان انا اصلا آه. ببقى عليه انا ما حاسس ان انا هقع على طول. أنا بص خايف. الرحله بتبقى عامله ازاي؟ بتروح لغايه تبه معينه كده، تقعدوا تشربوا شاي وبعدين ترجعوا تاني جري. مم. الحصانه اول ما نزلت على الرمله اه وانا بجري بحاجه عمال تعمل اه وانت مش شايف حاجه، اسود. يا مش نهار شايف حاجة. ابيض أيوة. على طيب الرعب. انا سامع صحابي بقى مم. واحد طخ دي لا واحد وقع ايوه مش لاقي. واحد صاحبي تاني والله العظيم سامع صوت بيعيط احنا كبار بيعيط. لا وبعدين عارف الضحك في ايه؟ إن الصوت بيروح منك. استنى أنت ما أنا هكمل. تمشي لا عايز اكمل لك. المهم ايه كريم وقع لا الراجل رجع له ركبه قلت له ايه جرينا تاني شويه قال له بس كفايه كده يلا. وفي واحد صاحبنا سيف ده عمال يعيط في ايه يا سيف مش شايفين واحد بتعيط ما ليه؟ بيتكلمش. قلت له رجعنا تاني. رجعنا نزلنا كلنا من الحصينه، ريحه بقى الحصينه والدنيا يعني الحصينه ما بتنضفش والحاجه. المهم سيف نزل لقينا بنطلون سيف كله من ورا دم. والله العظيم. ايه ده؟ هقول لك بقى كان بيعيط ليه. السرج السرجة داخل في ظهره. يا نهار لا 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 والله الواحد بيشارك في خير عشان الحاجات دي. وبعدين نزل معيط يعني معيط بجد وعينه ورمه. ايه يا سيف في ايه؟ بنبص ايه ده البريود خدت طلقة خدت طلقة مين اللي قتلك؟ مين اللي قتل سيف صاحبنا؟ خد خنجر في ظهره. خد سهم رمح ايه اللي حصل؟ خدناه بقى طلعنا على المستشفى وخد غرز طب يا ابني اتكلم اصرخ بتعيط بس كان بس الخير بتبقى حافظة يعني بتروح وترجع هم حافظين عارفين حافظين كل حاجه. لا دي كانت التجربه عمري ما كررتها دي. هو جميل قوي. انا نفسي انا بس ما بالنسبه لي حاجه. تعال نروح يا اولاد خطيرة. نشترك في نادي الفروسيه ولا نعمل اي لا انا عايز العب السهم بقى. لا والله اقول لك على حاجه ده هموت والعبه والله. على نفسي. فكره حاجه حاسسها ممتعه قوي. السهم تلعب السهم وانت على الخيل. لا خيل لا يا عم ده فيلم يا عم لاست ساموراي. المدرب مات. لا في السهم اللي هو العادي ده، في نادي اللي هو الفروسيه. لا يا تعال نروح نادي اللي هي تعال نروح الرمايه. تعال نروح هتيجي معانا بجد؟ طب انا في واحد صاحبي بيروح يلا يا باشا. بيروح يوم 4 ويوم جمعه. هو ده الطريق اللي هو انت راجع من الساحل بتشوفه والنادي لا ما تقوليش في حاجه في صحراوي التجمع. وكده. لا في حاجه في بعيد التجمع. قوي. في حاجه في التجمع بس بيقول لك السهم ده غالي جدا. ايوه بيوصل ارقام. ايوه بقى. عشان الخشب بقى في قصه كده. هنبوظ الدنيا. لا انا خايف علينا احنا مش هنعمل رايح له شيك مسائل 500,000 جنيه على السهم. عايز اضرب بس عايز اضرب واحده اشتري سهم في الشركه. لا انا عملت عمله بقى وحشه قوي. انت عارفها يا بزوق، مش عارف اسلام عارفها ولا لا. جبت موتوسيكل. انا عرفت. يا ساتر. انا رحت قابلته اللي باع لك الموتوسيكل. اللي باع وبالك. انت عندك بايك؟ عندنا سكوتر كهرباء. سكوتر كهرباء على الخفيف يعني. بس ده الكلام المحترم. بس لازم ده جوه الشروق يعني. مش ما انا كنت جوه. ما تتحركش بيه. انا كنت لا اللي معاه موتوسيكل كبير. ما هو اللي معاه بقى يعني تتحرك بيه عادي. 2000 سي سي. تتحرك بيه. ما انا رحت بيه التجمع. ايوه كنت هعيط عشان مش عارف ارجع. رجعوني. حد يقطرني. بس انا كنت بص في مره. هو تقيل يا خالد كمان. لا مش تقيل، ده 500 كيلو بس. نص طن. وقع عليا. وقع عليا. قالوا لي عرفت. قالوا لي هنقول كل حاجه في المحل. قالوا لي مفيش شهرين رجعت الموتوسيكل بالدمر. لا بص جبت الموتوسيكل وتصورت بيه وعملت فيديوز انا والشخص. سعداوي ده حبيبنا. حبيبنا جميل. المهم لقيت ايه بيجز بتبعت لي وناس اللي هم ايه رايت تو داي. طب وربنا طب وربنا طب وايماننا راح فين؟ رايت تو داي. يلا نمسك الموتوسيكلات نفرقع فيها لغايه اما نموت. هو ده رايت تو داي. بالظبط. بس هم برضو في الشلل دي. قالوا لي جواد عايزين نشوف كنت هتنضم معانا اللي هم الايه مش عارف اسمهم ايه كده بايك بوليفرد مش عارف ايه. تروحوا العين السخنه. على فكره ناس كلهم الله اكبر عليك. انا عارف مديرين بروفايلز حلو. بس هم شكلهم من بعيد مخيف.
لا مخيف. من بعيد. ما انا هقول لك بقى انا لا، لما لا، اشوفهم لا. وهم ماشيين كده احس لا. ان هم عايزين يتخانقوا لا. في حاجه لا، مضطهدين لا، لا، لا. انتوا. دول آه. بيروحوا ياكلوا كبده هو مفيش بس أنا عارف. هو راح ياكل كبده آه. وقشطوطه يطلع ويرجع ياكل سمك أشطوطة ويرجع وبياكل- بالموتوسيكل. صح. ايوه ايوه. المهم جواد عايزين نشوفك. طب يلا يا جماعه انا بس ما بطلعش بره المكان اللي الكومباوند اللي انا ساكن بره فيه. الكومباوند. بره لأن أنا- الباركنج بتاعي. لان انا يعني ما فكتش مركب السندات مركب ما فكتش السندات مركب الموتوسيكل. سندات. والله. طب يا جواد احنا هنجيلك. قلت لهم ماشي، ابعت لوكيشن. بعتوا لوكيشن. طيب هنجيلك على الساعه ايه 8 بالليل كده. وانا قاعد بتفرج على التلفزيون قلت البس عشان الشباب لما تيجي ايه انزل لهم ونسلم على بعض ونتصور وكده. سمعت ايه التتار جاي. والناس في البلكونات ابتدت تطلع وانوار وناس لابسه جناجن وجلد على اللحم. وفي الجاكيت اللي هو نص جاكيت كام ده. واحد جم حوالي مثلا 42 موتوسيكل. يا نهار أبيض. الناس طلعت وفي ناس ضغرطت. أيوة. ليه؟ اكيد في حدث، في حاجه يعني انا طلعت لهم مش طبيعي. طلعت لهم يا جماعه فين اشرف صح اللي كلمني فين؟ اللي هو الشخص كلكم الواحد شبه اللي بعض. معاه لبس الخيوط. ايوه. راح طالع لي واحد كده نازل من جواد احنا بنحبك. قلت له طب ممكن تروحوا تقفوا في اي حته الناس بتتفرج علينا ليه كده؟ السكيورتيز بقى جايه وعربيات طبعا. بوليس اللي هي البوليس بتاعت المكان الكومباوند. اللي هو سكيورتي. ايه يا جماعه وبتاع وفي ايه وانتوا عاملين بص الموتوسيكل الواحد موتوسيكل 12 محضر ازعاج. ايوه ايوه. انا كنت عارف بعمل ايه والله العظيم وانا طالع من بيتي اقعد امشي بيه كده 500 عشان ما كيلو. تدوروش. عشان ما ادوروش عشان مم. لو دورته الناس هيحدفوني هتصحى بحاجه. الجيران. أيوة. أيوة. لا كانت تجربه بس لذيذ. لا جميل ممتعه لذيذ. ممتعه. وبعدين انت ما تدوس بنزين في ادرينالين كده بيضرب اللي هو ايه ايوه. يلا مم. في حاجه بتقول لك يلا جواك يلا موت وانت ما تدوس يلا ابحث الاسفلت. دوس إيه يعني؟ دوس. آه. وبعدين 2000 سي سي. لا 2000 ده مرعب. 2000 على العربيه مرعب اصلا. بالظبط. 2000 على العربيه حلوه قوي. يعني انت لوحدك في الهواء اه اعمل ايدي كده الهواء يكتر كده اعمل كده امشي في فيزيكس مش بقى عارف في الحته دي يا اسلام. طبعا. اقول لك بقى الفيزيكس. قول. انت عارف السكوتر طبعا. اه انت ماسك كده انت بتدوس بنزين سرعتك بتزيد فالهواء اللي يخش. بيخبط فيك بيزيد. فانت الزمن بيقول لك لازم ترجع لورا. يعني الفيزيكس والدنيا بتقول لك ارجع ورا والموتوسيكل بيقول لك اطلع قدام. فانت عارف بتنزل عضلات ايدك عامله ازاي وصدرك انت ايدك عندك من التهاب الهوا. صحائي. ايوه مكلبش في الدنيا. لا اه صعب بتفضل بس انا ما بحبش برضو الموتوسيكلات قوي يعني. انا بحبها بحب جدا. العربيات اكتر. انا زمان لما كانوا بيقولوا لي نفسي تطلع ايه وانا صغير كنت بقول لهم مستركل. يعني ايه تطلع مستركل يعني إيه؟ مهندس. طب انت كنت عايز تطلع ايه وانت صغير يا بازوك؟ الحلم الطبيعي فلونسر. الناس اللي- في الوين بروجر. طب ممكن اقول لك حاجه صغيره بمناسبه موضوع انفلونسر ده. انت عارف ان انا يعني انا يمكن جهل مني او عدم اطلاع لا انت بس انا اول ما اتشهرت لا انا هقول لك على حاجه بجد والله. انا اصلا انا فاكر اتشهرت امتى في 1/3/2015. ميعاد غريب قوي. ليه بقى؟ لان انا كنت لسه مخلص جيش اوكي. وعملت فيديو ونزلته على الفيسبوك وبرايفت. بس كان عندي حد في يلا كوره في الفريندز فهو راح واخد الفيديو وحطه على يلا كوره ومنزله. بس هو كنا بنقلب فيه معلقين كوره وبتاع. فانا فضلت قعدت فتره كبيره مش فاهم ان يعني ايه حد يعني في الفتره دي. ايوه كفكره كان بدري ان حد يبقى مشهور في الحقيقه. فانا بشوفه هنا ده البديل بتاعه ان انا اشوفه على النت يعني. ايوه يعني مش عارف اوصل مثلا بحب ابو تريكه حازم امام فبتابع اخبارهم فاهم. فانا كان بالنسبه لي قعدت فتره كبيره قوي مش قليله حد بيقول لي انا بحبك ليه تحبيني انا تحبيني انا انت تعرفني عشان انت مجنون ولا ايه؟ ما تعرفنيش بجد. لا بازوكا انت ففضلت كنت خارج من الجيش برضه مخك قافل قوي يعني. لا بس بتكلم الفتره دي ما كانش في انستجرام يعني 15 ده بدري يعني افتح الانستجرام بتاع اي حد كده شوف منزل ايه 2015 اللي كان عنده هتلاقي صورة 30,000 رمل. فولور كانوا بيضربوا له تعظيم سلام. ايوه كان أيوة. طبعا. صح. انا كان في حاجه تانية اقول على حلمك تبقى ايه بقى. الحاجات اللي هي 99% كومن في الشعب المصري لعيب كوره. انا حته الطيار دي حبيتها قوي بس على كبر شويه. كان نفسي ابقى طيار حته ان انا
عندي اكسس على كل دول العالم، دي بالنسبه لي حاجه قمه المتعه. هي شغلانه مقرفه طبعا، اكيد متعبه، هي شغلانه متعبه جدا بس جدا جدا. بس انا بالنسبه لي بينتهوا. واحنا صغيرين انت هي ليها بريق برضه طبعا. طبعا هي الضغط شغلانه حلوه طبعاً. وبيقبضوا كويس طبعاً. بس هي شغلانه يعني من على الضغط، فكرة زي- الضغط بتاع الهواء والكلام ضغط ده إيه يا باشا؟ مخهم انت قاعد يا عم ضغط متعلق. ايه، سيبك، ده أيوة. ده انت اتفه متعلق حاجه يا باشا. بالظبط. ده انا مرتبط بحاجات مش فليكسبل، مش تعرف توصل لي لو في مشكله، فاهم حاجه؟ ايوه يعني مش يعني لا قدر الله مثلا عنده خبر وحش، ايوه هو مش هيوصل له، مش هيعرف يخلع، ايوه. هو مش هيجي لا له. لا ليها. اصل انا ولذلك انا لازم دخلت العائد بقى يبقى كويس. ما هو انا لازم هقول لك عائد بقى على الشغلانة حاجه يبقى كويس. بالظبط. ما انا ينفعش مين انت بقى اللي بتعوضه كده ده تعويض. بالظبط، مين بقى اللي كده قوي؟ لما دخلت اكاديميه بحريه عرفت القباطنه بتوع البحر ده دول اصعب. ده بياخدوا ده دول ارقام أصعب. اكبر بكتير، ايوه بس والله ما شفت واحد منهم سليم نفسيا. اصعب. لا والله. طرقعه ليفل الوحش، اه دماغهم سايحه. ما انت قاعد ده بيروح شهرين 3 في الشغل بتاعه البحر. ايه 6 شهور في البحر. ايوه يا اجازته قد ايه؟ بالثلاث شهور. مم. يعني مفيش حاجه اسمها اجازه اسبوع اسبوعين، وبيرجع 3 شهور عشان يرجع انسان وبني ادم طبيعي، ايوه ويرجع تاني يمارس ده السايكل، ان هو العائد بتاعها عالي مخه ما برضه. يخفش خالص، أيوة. فاهم؟ بس العائد ده عالي. حاجه جميله جدا ان انا ابقى في عادي البحر. عادي. متهيألي ما هو ده زي ما الاسلام بيقول لك، انت هتعمل حاجه صعبه قوي مش اي انسان طبيعي هيعملها، مم. هتضحي بحاجات كتير قوي 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 قوي، لازم وقتها انت مش تبقى فاهمها 100% او عارفها، مقابل ده بتاخد لازم يبقى رقم في كبير. مقابل. لازم زي الناس اللي بتنزل تحت الميه اللي مش عارفه اخو بيحفروا ايه اخو وبيعملوا. اخو ياسمين كان عايز يعمل كده وراح. هو درس، هو مهندس مم. وكان بيحب الدايفنج ودرس الاثنين اه وكان عايز يعمل كده. انت مش متخيل ما شاء الله دول يعني الساعه بتاعته بكام. أنا اللي هو بالظبط. لحام تحت الميه. ده- بيلحموا ده- بقى ويشوفوا ده اغلى واحد في العالم، ده اغلى. الصيانات وكده. بس هو بقى ايه الحمد لله يعني. طبعا حماتي كانت هتموت نفسها. تراجع عن الفكره. بس لا، اشتغل عندنا- بقى اللي هو في ان ينزلوا روبوتس ويبقى هو بيسوق الروبوت. يعني أوكي. بينزل عالي قوي روبوت من يعمل التكنولوجي. الميشن. بس ليفل عالي قوي. أوكي. طب انت عارف هي خطر ليه؟ انهي واحده الروبوت؟ لا التانية دي خطر ليه؟ اللحام تحت الميه. واحنا بنبلبط بنبقى حاسين بخطوره. بننزل الميه خطر. لا عارف خطورتها في ايه؟ ان دايما هم بيعملوا لحام تحت الميه، فدايما بتحصل مشكله ان الانبوبه دايما بتفرقع فمع النار مع في اللي هي حاجات تحت. كتير. فدايما بينفجر. خطر عالي قوي. لو انت معرض كل دقيقه في شغلك انك تموت. ايوه ولذلك العائد بتاعها عالي جدا، كبير جدا. دي اغلى حاجه، دي اغلى وظيفه. صعب. طيب اسلام، عايزين موقف. ايوه عايزين موقف محرج قوي يعني حصل لك في الحياه. انا بيحصل لي مواقف محرجه كتير. عايزين اكتر واحد، عايزين الكسف انا وبازوكا. نتكسف لك وندافع عنك اللي هو يا ولاد انتوا بتعملوا كده في اسلام ينعل. لا والله يعني بيحصل لي مواقف محرجه كتير. مره افتكر مره في الطياره، مره كنا في الطياره قبل الشهره بقى وقبل اي حاجه. وبعدين انا وبعدين انت ما قلتش حاجه. يمين نلف. انا قاعد على كرسي الطياره كده. ايوه وبعدين لسبب ما قمت اقف. قاعدين ايكونومي. اوكي. فانا قاعد عايز الف واقوم اقف واقف بركبتي على الكرسي كده يعني اتمطع كده مش عايز يعني فاهم او عايز افرد نفسي كده. وبعدين في بنت قمر قاعده ورايا باربع خمس صفوف كده. فعملت لي كده. ايه ده؟ قمت عامل لها كده. الله. ما سالتش. انا رحت على طول يعني ما قلتلهاش. انا ما اطمنتش. هو انا لا ده هو انا ده أنا. ما فيش ولو غلط غيري. يبقى أنا. وبعدين قامت عامله لي كده تاني. قمت عامل لها كده تاني. وبعدين قامت تعمل لي قلت كده. لك اقعد ولا ايه ولا تعالى بس كده. يا ابني انت تعالى مش- كده. فابتديت بقى ايه في حاجه أنا؟ غلط. قالت لي ايوه تعالى كده. ببص ورايا لقيت في 3 هم دول بقى اللي الباي باي ليهم دول مع بعض بس ما قعدوش مع جنب بعض. اوكي. قمت قعدت خدتها جوه نفسي. اقعد بقى، انت ايه اللي قومك بقى؟ بس ده عادي يعتبر مش موقف، هو حلم بسيط، حلم حلو. حلم حلو وصحيت منه بس مش. هحكي لكم كذا موقف. مره واقفين عند ثلاجه السوبر ماركت بنشتري جبن. وبعدين واقف معايا حبيبي الكابتن بتاعي في الجيم. هو اصغر مني. جميل قوي لذيذ. هو واقف جنبي وبتاع. فجاه الناس سلمت علينا بتاع سلموا علينا. يا جماعه عاملين ايه ومش عارف ايه. وبعدين ايه توجهنا احنا كده ايه ركزنا مع الراجل بتاع الجبن. مش فاكر كان بيوزن ايه. وبعدين ببص لقيت واحده جايه خلاص. فبتقول له ممكن نتصور. تقول لي الكابتن بتاعي. اوبا خلاص. انت ما ترجمتش. فانا ايه مش فاهم ايه في ايه. فقامت متصوره
معاه هو عنده برضه هو كمان اكونت أوكي، على الانستجرام ماشي. وكده، فانا قلت اوكي يعني يمكن هم يعرفوه. وبعدين اتصورت معاه سيلفي، وبعدين قامت رايحه، وبعدين فجاه بعديها بدقيقه كده، اقل من دقيقه رجعت تاني. قالت انا ما كنتش عايز اتصور معاه. انت اصلا مش عارفاني. يا ريتها ضربته بالقلم. يا ريتك ما رجعتي. انت اصلا كمان مش عارفاني يا يعني، ساتر. ولا انت عارف ولا انا عارفاني عارف ولا عارف عارفاني. ان دي اكتر حاجه بتضايقني يعني بجد. من عارف انت الناس اللي هي ايه، ده مشهور قام رايح متصور مع يا عم انت لا في حاجه يعني- في حاجه اوحش لما يبقوا اتنين. واحد يعرفك واحد ما يعرفكش. لا استنى، ممكن الاثنين بتحصل لي يكونوا انا عارفين. كتير مع جواد. لا بص. متصور مع جواد بس. لا في حاجه ما هو كارثه. يمكن تاخد اصلا جنب ما كده. يعرفش ان انت اصلا معروف اصلا. مم. ممكن. ايوه طبعا. اه لا بس انا لا في اتنين جميله بيقولوا يعني دايما مضحكة. بتحصل، دايما تحصل مم. دايما. اتنين يقولوا لي ازيك انا بحب حضرتك جدا وانا كمان بحبك والله بنتابعك ومش عارف ايه، ممكن صوره؟ تروح متصوره. مم. تاني تقول لها عايزه تتصور، تقول لها لا. ما هو بقى ده سؤال غبي منها هي، مش من عشان دي بتحصل كتير قوي مع ناس كتير قوي. ايوه يعني بيحس ان هو ايه، هو عايز يجامله ان لا، انت وفي صورته التاني فيقول اللي له خد صورني. مثلا ان هم 4 أو 3، 2 يعرفوك مثلا وواحد ما يعرفكش، فمثلا يقول له ده اسلام فوزي. ايوه يعني مين يعني؟ صوت قدامك عالي. ده- صوت ده عالي. بيبقى ايوه قافش قوي. طب ايه؟ طيب تحس ان انت اسألهم ما نافسته. بينكم وما بين بعض. انا طب ليه انا ليه عارفين نعمل يا كده جماعة؟ فيا؟ الحاجات دي ليه تعمل فعلا كده على طول فيا؟ بتحصل. مين اوحش بني ادمين في حياتي اللي هم اقرب ناس ليا، اللي هم اصحابي من زمان، اللي احنا اخوات وحبايب وقرايبي وكده، احنا عشرة العمر كلها. طبعا. فلما بيخرجوا معاك ما بيصدقوا ايه ده، ناس عارفاكم، فيقول له مم. تعالى هو لا، يا ابني بس لا. اسكت يا ابن الجزمه. تعالى اصورك، تعالى هات اصورك. نص ساعه. ودي حلوه مش حلوه؟ يظبط. عايزها ايه رايك؟ فين تعال هو عايزه تتصوري معاه. ايه رايك؟ مجرد بصت بس. طب انا ماشي. غور. والله العظيم. فايه الفضايح اللي هم اقرب ناس ليه؟ تعرف خطوة. المشكله كمان بتبقى ايه ساعات يا حرام؟ بيبقى في ناس مكسوفين، يعني هم شايفينك مكسوفين، واحد يقول انا عايز اتصور، بس خلاص بتفتح بقى خلاص هي دي. مم. كل سنه وانت طيب بقى يا بالظبط. باشا. بالظبط. اللي عارف واللي مش عارف، واللي هي عارف دي اللي أنا بتاعت بقولك بقى. ميرفت امين قال له ما انا دخلت اخد صوره يمكن تغلى، وما يعرفني ومش عارفني. أيوة. صورة عادي بقى، هي عطله وخلاص. هتصور معاك بعدين اعرف انت مين بتعمل ايوه إيه. نبقى لو ما عجبتنيش مش هنزلها. يعني لو ما عجبنيش اللي انت بتعمله. في فكره في- برضه في حلوه. برضه ناس اتصورت معايا كتير، كنت في حفله وبتاع، في ناس قعدت تتصور معايا، لقيت ايه راجل جاي كده كبير، قال لي استاذنك في صوره، قلت له طبعا نتصور. قال لي انت مين بقى؟ والله العظيم سؤال عسل قوي، والله عسل قوي قوي، يعني مستحيل تزعل منه. لا مستحيل. ويقول لك الاسم ايه بقى؟ ايوه الاسم، بتقدم ايه؟ الاسم انا مش بتقدم فاكره. عاملين شيك أوي عاملين والله. كشري. عاملين كشري، تعالى كل عاملين كشري النهارده. اسلام فوزي. اسلام فوزي. اسلام فوزي. فوزي. في في ناس من على السوشيال ميديا بتبعت لك تقول لك والنبي اعمل علينا فيديو، صح؟ ايوه بتحصل. طب ما تعمل علينا فيديو. على مين؟ اهم لا انتوا معلمين. نهاية. انتوا معلمين. ده الساوند يا باشا. في ساوندات خالد يعني. وايه خطير. لا انت تعرف ان ده الفيديوهات دي بتيجي تلقائيه قوي. هو ما دام الفيديو تلقائي خلاص يعني. صح. انت تعرف ان انا والفيديو كان تلقائي قوي. انت عارف ان انا حطيت الفيديو ده ستوري كده، ما كنتش هنزله فيديو اللي هو ايه يلا، حطيته ستوري. لقيت واحد صاحبي كان عندي في البيت قال لي لا مش حسام فرج. بدون ذكر اسماء. قال لي مش هيجي. قال لك وديه. بعد 3 ساعات لقيت الستوري بتزعق. لقيت الستوري 20,000 شير. ايه الرقم ده؟ طب شير مش فيوز. أيوة. فقلت لا هنزله، نزلته بس الدنيا فرقعت. طبعا. وسريع. بعت لي قال لي انا ابن وسخ. انا اسف. قال لك بس انا هو اسف. فعلا تحس ان الحاجات يعني اسمعش عايز اقول لك كلامي. الساوند راح اكتر من لقيته بقى على كل حاجه. اصل هو يركب على كل حاجه. معبر جد. هو ايه يلا. فايه يلا دي بقى على اي حاجه مش عاجباك في الدنيا. ايه يلا. ايوه صح. ركبوه في العلاقات وفي كل حاجه. في كل طيب ايه بالو يا ولدي في قصه. ودلوقتي مباسر انت بتستلم حد مجازر. والله هي بتيجي بالصدفه عشان تبقى بينا فولت. انت عارف مشكله اسلام معاه ايه؟ تحس ان هو صح 100 يعني صح
لازم تعمل انا اتبسطت امتى جدا 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 والله العظيم. بعت الاسلام فيديو ما اعرفش يا رب ما يكونش عندك قبل كده، اللي هو بتاع بالو وهو بيتكلم انجلش بالاي اي. فلقيت اسلام عمل فيديو عليه، فرحت جدا والله العظيم. بالو ده انت شفت هو بيتكلم انجلش؟ شفت الاي اي وعاملين لكروان. ايوه مرعب بتاع كروان، بتاع كروان مرعب. هو مرعب. صوته بالظبط. لا الاي اي دي فيك ده يا جماعه الموضوع ده مخيف بجد، مخيف. بجد انا بترعب لما بشوف الحاجات دي. انا بشوف حاجات ليوناردو دي كابريو مش عارف بيعمل ايه وبيرقص على شعبي وحاجات. أيوة. حقيقيه. في ولد شعبي كده جميل قوي دايما هوب بينا فولتر وبتاع، يلا اسمي فاكهه احمد حرب ده بيسمكر يلا يا اسلام يا فوزي ماشي. بيسمكر الكلمه. بنت الزلبنشاي مش عارف يعني ايه، يعني ايه يا بنت الزلبنشاي. رهيب احمد حرب. اسامي مطاعم وكده اوكي. ويمبل كلمات انجليزي وكده. وبعدين تلاقيه وده بقى ماكدونيال مقاطعه مش عايزه. اي حاجه. خطير. لا خطير. كان بيحتفل بقى انه جاب 300. طب انا هقول لك بقى على فيديو انت ما عملتوش بقى، بس هو هتعمل فيه ايه؟ هو اصلا كله مضحك. عارف اللي هو الولد الصغير واخوه تقريبا قدامه بيكلموا بعض. بنزيما ولا نيمار؟ ده كان حمار. يقول له بيقول كل الاسامي غلط. بنزينا يقوم جايب لك صوره بيقول بنزيما يقوم جايب له بنزينا. زيدان ولا رونالدو؟ سودان ايه يا معلم انت بتقول ايه؟ لا ما دول غالبا عملوا فيديو كان لذيذ قوي. ده اللي عملته له. كان بعت رساله لجورجينا. ده كان خطير. كان خطير. الولد الصغير ده بقى هو لا اخوه كبير قاعد جنبه بيعملوا رساله لجورجينا. طب والنبي قولها لي عشان انا ما شفتش الفيديو. لا انا مش فاكر الفيديو بس هم انا عارف الفيديو اللي انت بتقول عليه ده. التاني بتاع جورجينا ده كان خطير، انه بيحبها يعني وعايزه تقول له كل سنه وانت طيب. فكك من كريستيانو مش قد كده. سنه وانت طيب في عيد ميلاده غالبا. عايزه تمسي عليه بقى. انت عارف الكابل ده مرعب قوي، كريستيانو رونالدو وجورجينا. تحس ان يعني انت ما فيش حد يستهلك اكتر من كريستيانو وانت ما فيش واحده تستهلك اكتر من جورجينا. يعني تحس ان عشان تفرق بينهم يعني انت محتاج ايه يعني حاجه مش عارف بس يعني لا في صعبه. في راجل في الارياف ومعاه ولد صغير كده. طبعا عارفه طبعا ده اللي قال له شفت العضله كبرت كيف بتاع كديه طبعا يعني وانا ما كنتش عاوز اقوله لك بس لازم اقوله لك يعني عشان كذا حد قال لي والله العظيم كلامش اللي انت سامعه عليا كلامش يعني ان انت بتروح كل جمعه كده تلم تحت من التراب. انا انسان على ما مش انا اللي بقول يعني تلم بس الولد لما يتكلم من التراب وبرتقال وبتاع وحاجات من دي يعني في التراب كده كل جمعه كده على طول. مش عارف بقى الكلام ده مظبوط. بص لما بيتكلم انا بروح التراب بلم برتقال انا اللي بسمع الصبح بقى هيضربه بكيك وكرواسون بفطر بكيك. انا بشتنو كابتشين. دول كارثه. لا والولد كرييتيف قوي. مره بيقول له هتطلع انت عايز تطلع ايه لما تكبر؟ قال له يعني ايه؟ قال له لا ما تكبر. بيساله سؤال. قال له تطلع مهندس مثلا ديكور؟ قال له لا يعني بعد كل اللي انا فيه ده واطلع مهندس ديكوره اصلا دخلها في حته ثانيه. قال له ديكوره ايه؟ قال له انا اشتغل في البط والوز والديكوره ديكوره البط والوز. انت بتشوف الفيديو ايه ده؟ انا في عالم موازي. لا الفيديو بيفوقك يعني لو انت بتتفرج على نايم كده اللي هو لازم ايه ده تتعدل. بس هم طبيعيين. ايوه طبيعيين قوي. لا جمال. خلي بالك انا بحب قوي يعني مثلا بالو طبيعي، مجاسر طبيعيه، ابو زياد طبيعي. هو طبيعي. هو واصل لك منه اصل الناس واصل لك منه طاقه كده انه طبيعي، هو مش فيك. لا وانت لو عشان كده الناس بتحبهم فيديو خلاص. ايوه لكن انت ليهم ناس بيحبوهم عشان كده، عشان هم طبيعيين. هو كده يا باشا. يعني لو فضل بيعيد يعني نفس اللي بيعمله ده انت برضو ستيل يعني ممكن تتفرج عليه. ممكن ما يبقاش طبعا بنفس اول مره شفته طبعا، بس هو طبيعي قوي. طبيعي. طب احنا في موضوع مهم جدا 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 اسلام هيكلمنا فيه. ايه هو؟ هيشرحه لنا عشان احنا سوري يعني احنا حمير في الحته دي. طب قول اللايف يعني ايه؟ نعمل ايه اسلام عشان ايه اللي يحصل؟ ما عرفتش؟ لا يا اسلام ده انا لسه وانا اسال بقى وانا طالع لايف اساله. احنا عملنا كده. اعمل ايه؟ ايوه وادوس فين؟ انا دخلت انا ما اعرفش ادوس على ايه. اقول لك بس على حاجه. انا وجواد قاعدين مع بعض ارحب يا ريت
احنا مش عارفين نوصل لبعض. انت فاهم يعني ايه؟ انا فتحت دي صعبه. انا فاتح لايف دلوقتي قدامي اهو بتاع التيك توك، وجواد فاتح لايف. نعمل ايه؟ قعدنا نقول لبعض احنا مش عارفين عايزين- ندخل بعض اصلا. ايوه عايزين بس نبقى- الشباب اللي بيبقوا حاضرين بيبقوا عارفين. ما هي في بنت هو اللي هيكتبوا دخلتنا لك في الاخر. انت تمشي ورا اللي هو بس عايز اقول لك الكلام ده بجد خد نص ساعه. ايوه نص ساعه انا وجواد احنا الاثنين، انا فاتح لايف بس يا مره جواد ولا اخلص. حاجه هتهرش الحوار يعني، مش ما فيهوش كيمياء يعني. مش عارف بس مش كيمياء يا باشا. مصر كلها بتطلع لايف من على التيك توك. ايوه بس حاسس الموضوع فيه سنه خوف كده. انا في- كل ما لا هو انت سكرول بس مش عارف في حاجة مريبة. تدوس ايه وتعمل ايه. وبعدين في ناس بتطلع فويس بس. حاطه صورتها او صوره حاجه. لا ده دول قصص تانية. في ناس بتحكي قصص. في ناس انت بتطلعهم معاك صوره صوت بس. وفي ناس بتخشوا قصاد بعض الشاشه تقسم نصين وانتوا الاتنين تطلعوا. وفي بقى اصلا ان انت ما تطلعش لايف كده، تبقى انت حاطط صوره وطالع انت من وراها انت ايوه قاعد هي صوت دي. شهري. تصدق دي في ناس حلوة. بتحطوا فيديو ما اعرفش بيعملوا ازاي. يعني احمد آه. العوضي بيطلع كل يوم على تيك توك شغال بجد بس مش هو مش طبعا بوش. لا هم خدوا منه لايف. هو كان طلعوا تصدق أنا- بتاع المسابقه اوكي ورمي بقى هو شغال. يفضل يتعاد. تصدق انا عملت كده. انا بحب قوي شغال. مثلا مرتضى منصور، بحب اتفرج عليه او اسمعه. طبعا عنده بيج على التيك توك، فانا ايه بقعد اسمعه وبعدين انام واصحى فافتح التيك توك. انت لما بتعمل فولو بيطلع لك على لسه طول. موجود. لسه موجود. شغال. يا ست وفاضي المستشار انت مش هتنام ولا ايه؟ الساعه بقت 6 الصبح اصحى 10. فترجمت ان الحوار مش هو. بيتعاد. أيوة. لا يعني هو الصوت انت هرشت بس الكلام. ما انت ينفع تحط فيديو التيك توك مخيف فيديو أوي او بالنسبة لي. صوره بجد. لا التيك توك دلوقتي انا هو بقى عندي خوف من التيك توك بقى الفيديو معرفش هاب. ليه. هو بقى الفيديو هاب خلاص. يعني النهارده اي فيديو هو عليه هو. اوكي. واول حاجه بتنزل بتبقى عنده هو اكبر بلاتفورم. اكبر بلاتفورم في العالم. هو الهب دلوقتي للفيديوهات. كل الفيديوهات عليه هو. غريب. وكل الناس بتطلع من عليه هو. وكل الترندات بتتعمل من عليه هو. حاجه مرعبه. تصدق فعلا هو ما هو التاني كان بيزغرط لما اتقفل في امريكا. التاني كان بيزغرط طبعًا عشان طبعا قال لك تعالوا لي. وبعدين عمل ابديت جاب الارقام على جنب الصوره لو انت خدت بالك في الانستجرام. وبعدين قام مفتوح تاني. ليه بقى؟ قال لك انت جبت الارقام على جنب على الفاضي بقى. انت طب ليه هم قفلوه ليه في امريكا؟ الداتا التسريب بيانات. بجد؟ دي كانت نقطه الخلاف ما بينهم. عشان كده هو عايز يشتريه ويخلي الداتا بالظبط. هو ما يقفلوش. هو مش عايز يقفله. يعني هو عايز الداتا بس. هو عايز يعرف يحكم البيانات بتاعت الامريكان. انا العصعوصه وانا كبرت ولا ايه؟ عارف اللي هي في اخر لسه لا يمكن الكرش محمل جامد. لا خلاص مش نقول ايه مش عارف. طيب اسلام لا والنبي معلش عشان خاطر. لا بقى. طيب لا بقى. التمثيل فين بقى بيعمل ايه؟ التمثيل ده صعب قوي. كمهنه كمهنه بتتعب فاكر لما كنا مع بعض في تصوير بنقعد بال 18 ساعه صعب. في اعلان صعب. هو عايز حد يبقى بيحبه قوي ويحب الموضوع ده قوي. وانا من الاول ما كانش ده الهدف. انا مش هدف التمثيل. يعني بحب قوي الناس اللي داخله واضحه بقى بيبقى عارف هو هدف التمثيل. تمام. لكن انا ما كانش هدفي كده. انا هدفي ان انا يبقى عندي برنامج. يبقى عندي برنامج، عندي شو، عندي حاجه لذيذه قريبه قوي من اللي انا بعمله دلوقتي. لكن التمثيل ما كانش ما جريتش على. انت عارف بقى هو ليه قصصه. روح بقى ادرس وخد ورك شوبس وخد بتاع طبعا وذاكر واعمل عشان كل ده تخش. ايوه هو عشان انت عايز. مش عايز ده استماته. ماشي فاهم. لا وان شاء الله ما تخاف. لا هتيجي كده هي وهي جت في حاجات محتاجه وقت بس. ايوه طبعا. لا هو كل حاجه بتيجي بالوقت. مفيش حاجه الاب بوم طخ اوف احد ما بينفعش اصلا. طب التي في والراديو ايه النظام؟ اسلام فوزي قريب ان شاء الله. بجد؟ ايه ده حلو ده باذن الله. الله دي بدايه عيد ميلادي. والله شكرا. خبر حلو والله. بس خلي بالك صعب برضه. صعب. انت عارف صعب فين بقى؟ بس دي بقى حته انا اتمرنت عليها في الفتره اللي فاتت كويس. اللي هو التحضير. ايوه انك تعمل اعداد. الكتابه والاعداد. بالظبط. انت عارف ان انا طول عمري كان حلمي ان انا ابقى معلق رياضه. بعد لما طبعا اتعرفت شويه انا بحب الكوره قوي فعندي الحته دي طبعا. وعلقت في 2017 على ماتشات بجد. وكابتن شوبير جه قال لي بقول لك ايه انا بايع لهم ان انت معلق اصلا. فتمام ولا لا؟ قلت له تمام طبعا. دخلت شوط اول ماتش وبتاع طبعا صعبه.
في بقى حاجات انت بتقابلها. هو انا يعني ايه، انا صعب بالنسبه لي المعلق ده يعني رايق، انت بتتفرج على الماتش يا عم وحاجه بتحبها فيلا ابدع. لا في كوارث بقى بتحصل انت مش واخد بالك منها خالص. انا 90 دقيقه على الهوا، 90 دقيقه رقم مرعب. كتير. طب انا عايز اعمل بيبي دقيقه 30 في الماتش، عايز اعمل ثانية بيبي والله. واحدة. هات ازازة. معايا ربع ساعه ربع ساعه على بال ما نطلع بين الشوطين. ايوه طيب لعيب وقع، انت دلوقتي لما اللعيبه بتلعب فانت الكوره مع مش عارفه مين صح. لعبها الفلان، طب لعيب وقع انت املا ما تسكت املا. بقى. املا. فاكر حبيبي الله يرحمه محمود بكر يا نهار ابيض. ترام يا جماعة، ترماي في حفر قصاده. ده مش محتاج ده ولا قعد 900 دقيقه على الهوا عادي تمام، لان هو بيتكلم في صحابه. خطير. لا هو قال له قول حاجه أصحابه. بازوكا والنبي، قول لنا حاجه، هقول قول لنا لك. حاجه كده. ايه اللي هو كان بيتكلم في الكوره ومره بص. حود على حاجه تانية؟ مره ايه يا ابني، هو عمره ده انا اصلا كنت بتفرج على الماتش عشان اشوف هيخرج بره الماتش يقول ايه. بص هو محمود بكر مبدئيا الله يرحمه يعني، الله يرحمه حبيبي. كان الناس كلها بتحبه ليه؟ علشان كل الكلام اللي ما ينفعش يطلع على الهوا كله هو بيقوله بطريقه فيري بولايت. ايوه فانت عامل ميكس ما ينفعش تعمل. ايوه يعني هو قاعد كان بيعلق على بيحلل. الماتش وبيقول كلام غلط. يعني مثلا انا هبقى قلده- معلق دلوقتي، قلده ما انا هقول يا لك بازوكا. المعلق ده لازم ايه، انت معلق فشغلك كله صوت، ايوه فلازم يبقى مخارج الحروف عندك صح مظبوط. والكلام مم. بيتقال صح ايا كان انت هتقول ايه. مم. محمود بكر بقى هو خد لغته هو ركبها عافيه على الناس وعلى التي في وعلى كل حاجه. مم. يعني هو تريزيجيه كان داخل يشوط ضربه جزاء مم. واتي صراحه كده داخل تريزيجيه يا دهوتي. بصوا خلانا قلنا يا دهوتي الكلام ده على الهوا. ايوه وبص بصوا يا دهوتي مش عارفه ايه. بس مقبول جدا. وبعدين ايه بقى، يعني الماتش وقف شويه بعد كده بقى يعملها وماتش شغال عادي. يعني مم. بص بقى القصه اللي بيحكيها دي. مم. النهارده وانا ماشي على الطريق الصحراوي اعمده الاناره مش شغاله وانا بناشد وزير الري بيبلغ عنه. ودخلت محطه الرمل دلوقتي بقى فيها زلط بتخرم الجزمه وكره في العارضه. نرجع تاني موضوعنا اللي هو مش الكوره، نرجع تاني موضوع الزلط واللي مش عارفه ايه ده وبعدين ده ايه، خلي بالك حاجه بقى مرعبه في كابتن محمود بكر. كل اللي هو كان بيقوله ده في زمن كان فيه اساطير في الكوره بجد، وفي كوره ناس كواليتي عاليه في الكوره. ايوه يعني كابتن محمود بكر لو كان موجود دلوقتي بليفل الكوره اللي معانا في الدوري المصري ده دلوقتي كانت الناس دي بطلت كوره. صح. هو كان بيتريق على كل حاجه، كان بينتقد. يعني محمود عبد الحكيم ده كان بيلعب كوره خماسي طبعا مع منتخب كينج. مصر وعظيم في العالم في الكوره الخماسيه. مره وهو بيرقص في ماتش الاهلي يرقص محمد شوقي ولا مش عارف عمل ايه كده، كان في المصري دبل باين موف. محمود. عمل دبل موف كده وراح مرقص، مش فاكر حسام عاشور وشوقي. واو حلوه محمود عبد الحكيم، بس قصه شعره وحشه قوي يقطع تقطيع بين يعني فاهم. يعني اكرامي مثلا كابتن شريف اكرامي وهو بيمسك الكره اتزحلقت من تحت ايده دخلت وهو بيقفش الفراخ اهو. يا نهار ابيض. لعيب اسمه مصطفى قمر قال لك ده مش حافظ اللحن. خالد قمر لعيب اسمه خالد قمر داخل يشوط الكوره فشاطها بعيده قوي. فقال ده بقى ايه مصطفى ده التاني مصطفى قمر كان بيغني عندنا في اسكندريه لكن ده مش حافظ اللحن. ده مش دخل الفن في الكوره واللي بيشرب سيجاره في البلكونه يدخل الاهلي جاب جون. خطير خطير كنت بحبه قوي. اسلام بتلعب كوره لغايه دلوقتي؟ لا بخاف من الاصابات. لا يا راجل بخاف اتصاب، كل ما اروح العب كوره بتصاب. ايه نوع الاصابات يا جماعه عشان انا مش عارف؟ اخر مره كان جالي مزق في العضله الخلفيه وكان مش من الدرجه، يعني كان درجه عاليه شويه. جيت امد رجلي اجيب كوره اللي اتزحلقت، فكانت رجلي الشمال ثابته ورجلي اليمين جريت كده، فالعضله الخلفيه بقى شدت. عارف المشكله في الكوره ان اللي بيحب يلعب كوره بيلعبها بعشم قوي، عشان يعني انا بتناسى مخ كل اللي جسمي مش قادر يعمله. مش مستوعب مخك مش مستوعب ان جسمك جسمك عاملها زي زيدان ان جسمك كسح مش عارف ايه واعمل ايه. مفيش الخيال عالي قوي قوي. وبعدين مصيبه. الشباب فاكره، عشان انا حضرت مره ولا مرتين كده، اللي هو انت يا حبيبي بقالك مثلا شهرين ما لعبتش كوره ونزلت سخنت 3 دقايق بالظبط. بتضحك على مين؟ على جسمك؟ بتضحك على العضله. طب اتقطع ده اللي احنا بنعمله بقى دلوقتي. طب هاي انت مثلا ولا نص ساعه تسخين عشان بس تفكر تلعب. بالظبط. لان احنا ستريتشات بس انا ما وقفتش رياضه الحمد لله يعني. ولا انا الحمد لله. رياضه ماليه، كان بيلعب رياضه ماليه. بضحكك والله العظيم يا اسلام جدا. بص
عارف الاسلتس، الناس اللي طبعاً. هي ابطال اللي هم بيصحوا الساعه 5 الفجر وينزلوا يجروا أيوة. وياكلوا اوت ميلك يفطروا الساعة 8. بياكلوا قوت ميلك. ويشربوا اوت ميلك. سوري. ياكلوا قوت عيالهم. بالبدايه غلط. المهم انا قلت انا هتغير، هبقى انسان جديد. هعمل ايه؟ قالوا لي في بريسلت كده اسمها ايه، ووب. والله تنام في الجيم لو عملتها تروح تنام فوق التريدميل. انا بس قال لك دي يا اسلام ايوه بتعرف كل حاجه عن جسمك. ماشي انت معاك دكتور ماشي بابلكيشن، بتعرف انت بتتنفس قد ايه، نمت كام ساعه، دخلت في الديب سليب كام ساعه في ماشي. النوم، ماشي. ايه اللي مش عارف ضغط الدم قد ايه، مش عارف مظبوط. إيه الرئه عامله ازاي، كل حاجه، الفيتامينز اللي في جسمك، حاجات كتير قوي. والله عارف استخدمتها في ايه؟ مم. مره كنت بقلب الباستا، ها. قلت اما اشوف ضربات قلبي كده، بس ما فتحتش الابلكيشن من ساعه ضربات قلبي وانا بقلب. وانا بقلب الباستا. الاختراع عظيم. المشكله مش في الاختراع. ايوه اللي بيستخدمه ايوه. ما هوش بس دي عندنا. حلوه وقالك- لعلمك. انا دلوقتي أنا وغالية بحب جداً. اعرف معلومات عن جسمي كمان. وغاليه جدا. اه وبعدين بص قال لك عشان دي ما بتتقلعش، ماشي. فانت بتشحن الجزء ده، يعني ما ينفعش تقلعها وتشحنها عشان هي بتسجل كل حاجه. فتشحن الجزء ده تروح واخده اهو مركبه هنا كده، مش فاكر بتركب ازاي اصلا، اول مره البسها بس كده تشحنها، بعدين اتشحنت تروح خلاص. أيوة تقعد أيوة. اسبوع بقى. ايوه دي البطاريه تعتبر او دي بالظبط، بتشحنها بالظبط. كانها باور بانك. بس دي حلوه. انا بحب دلوقتي اعرف معلومات عن جسمي بصراحه. بس تصدق مهم. ان انا استفدت حاجه منها. اكيد لازم تستفيد. انت ما استفدتش حاجه هديك بالقلم. الحاجات بتاعك غاليه جدا، فلوسك حرام. لابسها على طول. فلوسك حرام. غاليه قوي بالقسط. بص بقيت انام كويس، بيقول لي انت خدت ناب مثلا ساعه ونص النهارده، ماشي، ونمت 8 ساعات م. منهم دخلت في الديب سليب كذا. بتقولي حاجه غريبه جدا، فيها سنسور بتعرف اللايت اللي في الاوضه قد ايه، بتقولي اللايتنج اللي شغال 35%، حاول تخليه زيرو، حاول تخلي فلذيذ لازم قوي. الناس بس احنا مش تزيروش. هنستمع للتعليمات دي. لا لازم يعني أنام انا في اصلا النور. رحت لخالد مره لقيته، اول ما دخلت لقيته بيتكهرب، فبقول له فيها بتقول لي لازم تنام. قلت له طب انت جايبني ليه؟ قال لي بقول له طب انت جايبني ليه؟ قال لي فكك منها نطلب اكل دلوقتي، موفي نايت وقاعدين وبتاع. طب يا ابني لا غوري انت دلوقتي تعمل فايبريشن ساعه النوم وساعه الساعه 12 بالليل والساعه 8 الصبح. وفي الوقت ده ولا انت نايم عمري وفي ما الوقت التاني ولا انت صاحي. انا بقول لك انا لسه داخل لقيتها في ايه. انا الموضوع النوم ده انا نفسي اظبطه بس انا انت عارف ان دي من الحاجات اللي فقدت فيها الامل في الحياه. ده من زمان، من ايام ما انا كنت شغال في البنك وانا بنام قليل، ما بنامش كتير. لا انا يا جماعه بصوا، انا ما بسهرش قوي، وعندي كارثه لو سهرت هصحى في نفس الميعاد. ماشي. اللي لا هو انا ما برحل نمتش شويه فهصدع وهعمل، لا عمري لازم اصحى 7 8 الصبح لازم. برحل شويه. لا انا برحل لو نمت فالخنزير متأخر ده بيجي لي الساعه كام؟ بعد ما يخلص لعب كوره وقعد مع اصحابه، لسه بيقف على الكشك على فكره لغايه دلوقتي. ده جميل. ده جميل. الشحط ده لسه بيقف على الكشك. بحس ان انا جميل. لسه مش بيلعب لسه حاجه صغير. كويسه. لا بازوكا بيعمل كل حاجه عملناها في ثانوي بيعملها دلوقتي. والله العظيم بيروح يلعب بلياردو وبينج بونج بادل مش بينج بونج. وبادل كمان. الرياضه واخده كل وقتك واضح. باين على جسمك. تعلموا مني، خدوني قدوه. لا القدوه فوق. تاخذني. لا ليه قدوه فوق. القدوه اهو. لا قدوه فوق. لا عارف ده. بس قدوه فوق. والله العظيم ده قدوه فوق يا حبيبي. والله اسلام عارف ده هتتضرب او يعني هشام يا لو تخيل خدت بالراس منه اكتر من عادل شكل تتفلق بيم دان. هيفلقك. انا رايي بلاش ندخل في الحته دي يعني. طيب اسلام يا حبيبي قول لنا حاجه اكسكلوزيف لينا. الحلقه الحلقه تنزل بعد 30 شهر اصلا. تنزل بعد هتكون رمضان. ماتت الحاجه دي عامه يعني. بس اقول انا مستني لا انا مستني بس مسلسلات رمضان بفارغ الصبر يعني. عشان انا بحب اتفرج بقى هتشلوح؟ لا خالص. لا والله عمري احنا ليه؟ حتى السنة اللي لذيذ فاتت- لذيذ على فكره. السنه اللي فاتت كان الموضوع كله معمول بهزار يعني. مع المسلسلات يعني. فانا منتظر. وكده انا ما بقدرش اشوف مسلسلات كتير، كده مخي مش بيستوعب يعني. بجد. مثلا بيبقوا مسلسلين
3 بالكتير قوي وهم دول بس. بقى انا ببقى مركز بقى ايه في حاجات في معينه التفاصيل ما اللي كنت لسه اقول لك بتاع يعني مش كله. دماغنا قلبت عيانه، بقينا نشوف مثلا الصوره كامله هاي. عايز ابص كده، طب في غلطه مثلا في المشهد، طب وبيبقى في في اخطاء، بيبقى في 3 ارباعهم بيبقى في اخطاء، لان اللي انا فهمته انه بيبقوا مستعجلين قوي الصربعه جداً. بتاعت رمضان دي وبيصوروا متاخر قوي، فانت لو دورت على اخطاء هتلاقيه. وما بيناموش فاهم. ما بيناموش. في فتخيل ناس بتدخل كتير بلاقيهم بيكملوا في رمضان تصوير كتير يعني 14 رمضان هو لسه بيصور في الحلقه أيوة. ايوه ايه ده؟ لا وبعدين ممكن كتير. عادي جدا اللي هو ايه يلزق المايك هنا ولا المخرج شايف ولا المساعدين فاهين ما خدتش بالك يا صاحبي. ايوه خلاص ما بيبقوش نايمين ومضغوطين بس انت مش هتموتهم بقى يعني، هنطلع نهزر وخلاص يعني. هم يعني لا، عملوا ما- ايه يعني؟ ما بالظبط حلوه يعني طيب. وبعدين احنا مش بنعمل جلاديتور يعني بالظبط. خلاص مش هناخد جايزه يعني اخرنا وشوشه فصباح الفل كلها منها يعني. طيبه يعني اسلام ايه يا حبيبي؟ والله العظيم من ألذ واحلى الحلقات. حبيبي يا خالد شكرا انك والله جيت. العظيم حبيبي. ان انت ما اعرفش جيت ليه اصلا، انت ليه وافقت؟ عشان احنا على يا فكره أخي، قلنا انتوا بهزر الاثنين والله اول ما كلمتوني قلت هاجي يا باشا، اسيب الغسيل والطبيخ واجي. سيب اللي ورايا سيب بالو. سيب اللي ورايا اسلام سيب فوزي اللي الأب. ورايا واجي. انا اصلا ما صورتش النهارده، قلت مم. صور لما ارجع بقى شوف هنعمل ايه، هنهري في ايه النهارده. لسه ما صورتش. عندك حاجات هتروح نفسي عندك. اشوف الاكسبلور بتاع موبايلك. هموت. ياسمين هموت. بتترعب ان انا امسك تليفونها عشان هي بتخاف. تنقل حاجه يعني لا ما هو طبعا انا لما هقف الالجوريزم يعني انا دي. مثلا هي هنفر كده الفيديوهات، انا اللي انا هقف عليه هي مش تقف عليه، فهغير لها الالجوريزم. شكراً. فهي ما بترضاش آه. اقعد بعيد عني. ان انا اقول لها. اقعد انت في الكنبه هي اللي برضه هناك. ساعات بيجي عندها هي فيديوهات بتبقى حلوه قوي، بوتنشال قوي، ينفع ممكن يتعمل منها حاجه. ولو بعتتها لك هي ممكن تبعتها لي عادي، بس بس هي مش هتعرف تبص بعيني. هتفضل برضو الالجوريزم بتاعها هيفضل برضو هيدخل في الحته. انت لو عملت شير من التيك توك خلاص شكرا. يعني طيب لو أنا- عملت شير مثلا لفلان الفلاني هيفضل يطلع لك. ايوه صح. طب انا غلطت انا اسف سامحني بقى ماشي. مش عايز اشوفك أيوة، تاني. أيوة. انا طالع من بتغير 3 جروبات واتساب بسبب احنا اصحاب بناتنا. والله ما بقول صحابي كلهم بيشتموني وبتاع هوريك والله كارثه. لا الموضوع ده ومسك فينا. موضوع حبيبي يا قلبي. حبيبي يا قلبي وهوب بينا بقى هوب بينا فوق. اسلام عايزينك توجه رساله يعني بص في الكاميرا ووجه رساله، قول اي حاجه بجد او مش بجد اللي انت عايزه. لا خليها بجد حاجه للناس ماشي، كده حاجة، يعني كلمه حلوه ونصيحه مثلا. النصيحه والله كنت لسه بفكر في الموضوع ده وانا جاي. يعني انا بشوف ان الاستمراريه او اللي هي الكونسيستنسي مهمه قوي في اي شيء انت بتعمله. يعني مش لازم نعمله نطبقه في السوشيال ميديا، يعني تعال نطبقه في مثلا انت عايز تتعلم لغه جديده. لو انت كل يوم بتعمل 10 دقايق او ربع ساعه في اللغه دي او في السكيل المهاره اللي انت عايز تتعلمها، صدقني انت بعد سنه انت مش هتصدق النتيجه اللي انت وصلت لها. هي مشكلتنا كلنا ان احنا بنقول 10 دقايق فممكن ما اعملهمش او اكروتهم او اقول ايه ده 10 دقايق مش كتير فما اعملهمش. لا، ال10 دقايق القليلين اللي انت مستقلهم دول انت مش متخيل مفعولهم بعد سنه عامل ازاي. حتى لو خدت في الاسبوع يوم اجازه او يومين اجازه، مفعولهم بعد سنه مرعب انت مش متصوره. ده في اي حاجه والله، مش ملهاش علاقه حتى بالسوشيال والله ميديا. العظيم سقف يا جماعه. حتى لو دقيقه مش 10 دقايق. بجد والله. يعني بس اسلام اتشرفنا بيك وبنحبك حبايبي والله العظيم. شكرا حبوك شكرا يا اخي. حبوك. والى اللقاء الى حلقه قادمه. قلت غلط مش مهم مش صح خالص.